كان بيشتغل ليل نهار، بس في لحظة كل حاجة اتقلبت ضده. هاشمي كان موظف غلبان بيشتغل ساعات إضافية من غير ما يقبض كويس ومستحمل عشان يعيش. بس في يوم وهو قاعد في المكتب لوحده بالليل، مديره دخل ومعاه بنت شكله جاي ينبسط. البنت بصت له من فوق لتحت وقالت له انت اكيد كسول عشان كده بتتأخر في الشغل، وبكل برود قالت لمديره اطرده. والمدير سمع الكلام وطرده في نفس اللحظة. لكن هنا تبدأ اللعبة الحقيقية. هاشمي فضل يدور على الشغل في كل مكان، بس الدنيا قفلت في وشه والفلوس خلصت. فجأة قابل مديره القديم تاني اللي قال له بمنتهى الوقاحة ازاي تسيب الشغل من غير ما تبلغ، خربت الشركة. المدير طلب منه يرجع يشتغل من غير مرتب بس عشان يعوض الخسائر. ازاي شغل من غير فلوس؟ هاجم يتعصب وواجهه بالحقيقة، بس المدير زقه. الزقة دي كانت اخر حاجة في حياته. اتخبط بالعربية. لما فتح عينه تاني لقى نفسه في عالم تاني، وحش مرعب قدامه عشان ياكله. حرفيا مرتاحش. اول ما شاف الوحش بلعه وخده في معدته، دخل جوه معدته يتغذى على الوحوش اللي جوه التانية، وحس ان حياته بقت في جحيم.